السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. للامانه هاد القصه منقوله. انا وصلني احلام، واش نقول لكم، كانوا يعيطوا لي الشيطانه تا الموعره وقبيحه بزاف. نضل نتهاوش مع البنات برا ولا ما في ليكول، ودائما يجيو يشكوا لماما وبابا عليا، ما من المديره تاع ليكول تضل دير لي في الاستدعاءات. بصح انا ما نحشم، ما نخاف، ونحسهم هما اللي غالطين وانا عندي الحق. الحصول تاع دارنا يضلوا يعقبوا فيا ويعيطوا عليا وما يخليونيش نخرج. نتكلم يوم يومين ونعاود نولي لعوايدي. انا كنت معروفه بشعري طويل ورطب، وكنت حابه نقصو. ماما تقول لي والله ما نقصو لك، خليه طويل هو اللي شباب. ايا خطره في القايله كنت وحدي في البيت وجوني الافكار الشيطانيه، رفدت المقص وهبطت شعري للقدام وقصيته. ويا كي قلبته للور لقيته راح كامل ولا قصير بزاف. وانا هكاك مشوكه في الجريمه اللي درتها في حق شعري. وتدخل ماما عليا وتحكمني اضرب ضرب ضرب وتعيط عليا. قالت لي يا خاه كيفاش قلبت شعرها، حكمها الفيد راحت لشعرها. المهم ضربت وعيطت حتى شبعت. بيناتنا البنات قولوا لي ما كاش منا اللي ما قصتش شوشتها ولا شعرها بالتخبيه وتهورت، كامل درناها. انا كنت الوسطانيه في خاوتي، عندي زوج خاوتي اكتر مني وثلاث بنات قل مني، هما عاقلين وما راهمش تاع ضوايش، غير انا اللي خرجت من رحمه ربي ومهبلتهم في الدار. المهم من هذاك النهار اللي قصيت فيه شعري ولاو البنات ما يعيطوليش احلام، ولاو يعيطولي ماروكو، وانا ما يعجبنيش الحال كامل ونولي نتهاوش معاهم. فات الوقت وكبرت وانا متهاوشه مع العباد كامل. المهم كنت رايحه فيها، كنت في الليسي هكاك، وكي يكون عرس هكا ويعرضونا ما نعرف نلبس، ما نعرف نماكي، نروح نورمال سامبل نلبس اللي جات وخلاص. وماما تعيط عليا، يا خاه البنات كامل يسكموا روحهم، غير بنتي كي الراجل. تقول لي عيشك، تقول انت يا شكون اللي يديك ويتزوج بيك؟ وانا نقولها ايه هكاك خير، واحد ما يشوف فيا، اصلا ما رانيش حابه نتزوج وحابه نخدم برك. وصل الباك تاعي وجبتو، بصح ما حبيتش نروح نقرا في لافاك، وكي ما داروا معايا ما حبيتش، قلت لهم خلاص حابه نخدم برك. عياو مني خلوني على راحتي، وليت كل يوم نخرج ونحوس على خدمه بالك كاش ما نلقى. واحد النهار كنا بالجمعة، كنت راقدة ما نوضش بكري حتى تجي ماما وتحل ماما عليا الباب. قالت لي يا أحلام بنتي نوضي وتنوض فيا غير بالعقل بالحنانة. أنا حرج مش بيا هادي، موالفة الجيران يسمعوها كي تحب تنوضني. قلت لها وشنو ماما، علاش راكي تهضري بالعقل؟ قالت لي راهم عندنا ضياف راهم في الصالون. قلت لها شكون؟ قالت لي خالتك وراهي جات باش تخطبك لوليدها هشام. قلت لها مانيش قابله من درك، علاش وكيفاه ومنا؟ قلت لها حقا تفكرت ماشي قلتي لي رايحين يخطبوا لي وحده. قالت لي لا لا كانوا يتمسخروا برك ما كاش منها. وليت هبط معاها، تقولوا سقمت روحي ولا؟ هبط بالبيجامه شعري درت له طوماطيشه، وهبط سلمت على خالتي وبناتها جو في ثلاثه. بدات خالتي وحبيت نخطبك لوليدي ومنا ومن هيه وراه خدام، وانا والله غير راح لي كيفاش داير تالمو عندي شحال ما شفتوش. وليت قلت هو ما حوس باش يشوفني وانا نحوس، خلينا من جدو. هما راحوا وانا قعدت نخمم في روحي، وقلت انا لا خدمه لا قدمه وقاعده في الدار وهما لاباس عليهم، يعني الله يبارك عندهم طوموبيلات وفيلا وبنات هكا والخدامات وعقليتهم هايله. قلت ما لا هذه هي الفرصه نتزوج ونخدم ونعيش حياتي وخلاص، ما يهمنيش اذا نعرفه من قبل ولا لا. جاب باليا هو وماما سقساوني دقه قبل، قلت لهم تخيلوا بعد شهر قد قدرنا العرس، كما يقولوا كلش فات بالزربه. وانا في البريود هذيك جامي هدرت معاه ولا عيط لي ولا شافني. درنا كما تاع بكري، وصل العرس وفات كلش مليح. كي جو مديني دخل السي هشام باش يخرجني، جا ما عرفتو لا فرحان لا مهموم، ما خزر فيا ما والو، الا اذا كي تقول له هذيك اللي تصور كاميرا من هذيك ودير هكا وشوف فيها الاخر باش يشوف. مع العشيه رحنا للهوتيل، غير وصلنا خلاني هبطت وحدي من الطوموبيل وانا متمرمدم على غبلونش هذيك. وصلنا لاشومبر، حل الباب وراح تكسل فوق السرير وجبد التليفون تاعو بدا يكونيكتي. قلت له في قلبي تهنيه منك والله ما على بالي بك. رحت نحيت لاغوب، دوشت، لبست بيجاما ورقدت. كان اخر اهتماماتي وما كنتش كامل حاسه به والو. نضنا مع الصباح رحنا لدارهم وهما فرحانين بينا، ويا حسبونا رانا متحابين، وحنا والله واحد ما يشم في الاخر من نهار الاول. طلع هو للبيت تاعنا ونزلت شويه ولحقته، لقيته غلق الباب على روحه. قعدت نطفطب غير بالعقل نقول له هشام افتح، قول الله ما رد لي. حتى سمعتني خالتي جات قالت لي واش كاين، قلت لها ما حبش يفتح لي، بدات تطبطب بالقوه وتعيط.
حتى فتح لها هو، قالت له واش بيك هبلت خليت مرتك برا تسنى؟ قالها ايه، قولها تروح تخطيني ورقديها مع البنات معاهم يتناقشوا وانا ساكته برك. ايه احلام الواعره راحت ياه. جات اختو ياسمين ونورا نطقت ياسمين، قالت هذا مازال يخمم في حبيبته على بها راه يدير هكا. هي هضرت بالعقل بصح انا سمعتها وغير خزرت فيها. نغزتها نورا قرصتها يعني، قالت لها واش بيك سكتي. وليت دخلت انا للبيت ودرت وجه لخالتي مع العشيه، قلت لبنات خالتي ولا غير دوك تحكيو لي واش كاين. قالوا لي بلي كان يحب بنت عمنا وكي راح يخطبها ما قبلتش به عليها راهو هكا، وقلنا زعما يتزوج بك باش ينساها، وقالوا لي زعما حاولي تنسيه وكذا. قلت لهم في قلبي ياه جبتوني باش تلعبوا بيا هنا. هو صح غاضني الحال وغاضني عمري، بصح وليت قلت وش بيك يا احلام خليك منه يا اخي، حبيتي تترفهي وتخدمي بيسهل عليه هو. فاتو ايامات وقيل قريب الشهر هكاك وحنا في شمره وحده، بصح واحد ما يهضر مع خوه والو. وانا تما كنت كل يوم نحوس على خدمه في الانترنت. حتى واحد نهار دخل الشمره ورافد في يدو بلاي ستيشن وانا نموت على البلاي. بدا يلعب، قلت له معليش نلعب معاك على خاطر خلاص، قلت له ضاقت روحي. قال لي ما تعرفيش ودوك تقلقيني، قلت له جربني وتشوف. وبديت نلعب حرفيا وكنت دايما نغلبه، وكنا كي نلعبوا نعيطوا نضحكوا وانا فرحت والله. وكنا محسوب كل يوم نلعبوا. واحد النهار بنات خالتي بداو يتغامزوا عليا، قلت لهم واش بيكم؟ قالوا لي وليتوا عصافير الحبه، رانا نسمعوا فيكم تضحكوا. جيت نشرح لهم باللي والله ما صار والو بيناتنا غير نلعبوا في البلاي، حتى جات خالتي وليت سكت. واحد النهار لقيت خدمه وقالوا لي لازم تجي المقابله الصباح على 8. رفدت روحي حكمت طاكسي ورحت وما قلت لحتى واحد على هذا الشيء، وهشام خليته راقد وفي الدار تاني كامل كانوا راقدين. كي وصلت لقيت المدير يستنى فيا قدام الباب، وغير شفتو هدرنا لاباس مازال ما هدرناش على الخدمه ومازال ما رحناش البيرو حتى نحس بواحد حكمني من يدي ودورني. نلقاه سي هشام، قلت له واش بيك استنى. وهذاك المدير يقول لي واش كاين. المهم كركرني من يدي بالقوه وخرجني من تم وقال لي الخداعه عليها ما على بالكش بيا وما تشوفيش فيا وانت تخوني فيا يا اخي انا راجلك. انا تما القاص طلع لي وبديت نعيط عليه، ورجعت احلام الشيطانه تاع بكري. قلت له انا اللي خدعتك ولا نتوما اللي خدعتوني؟ وقعدت غير نقول له روح لبنت عمك عاود خطبها بالك تقبل بك درك. وانا غير جبت له سيره بنت عمه تبدل، وقال لي راكي بديتي تخلطي في الهضره ماذا بك مازلت نلقاك في دارنا. وركب الطوموبيل وراح وخلاني وحدي برا. حكمت طاكسي ورحت لمي تقشي وعيط لبابا، قلت له هاوش كاين ارواح الديني. ويبدا بابا واش هذا تبهدايل ما عندكش بزاف مليار تزوجتي وراح تعاودي ترجعي ومنه ومن هي وجع لي قلبي. وزدت قلت لخالتي الحق ما عجباش الحال واش دار وليدها ووقفت معايا. غدوه من داك جا بابا ورحت لدارنا وبلا ما تفهم ماما والو بدات يعرط البنات، وليتي للقبح تاعك وما عرفتيش تحكمي دارك، وسمعوني غير اللي وجع القلب بلا ما يفهموا مني والو وما خلونيش اصلا نهدر. قعدت في راسهم احلام تاع بكري اللي تدير المشاكل. وليت انا كل ليله نبكي تغيظني عمري على واش قال لي، وفي نفس الوقت ولا غير توحشته. ما على باليش صح ما كناش قراب، بصح حسيت واحد الاحساس من جهته راه كان راجلي. وقلت علاش دار لي هكا، ومن هذاك النهار ما عيط ما سقسا ما طلب مني السماح. بعد 15 يوم هكا كنت وحدي في الدار حتى سمعت الطبطيب، رحت نحل الباب ونلقى هشام واقف قدامي يبست في بلاصتي، وهو كان حطه كان بوغوس. قعدت ساكته، قال لي هيا لبسي قشك وروحي معايا. قلت له وين؟ قال لي هيا دوك تعرفي. لبست حوايجي وخرجت، ركبنا في طوموبيل حتى جبد لي واحد الباطه تاع كادوات. قلت له شنو هذا؟ فتحتها نلقى تليفون شباب غالي ايفون خوتي، وانا عندي شحال ونحوس نشريه مت بالفرحه. قلت له بصح علاش شريتو ليك حوسني من داركم؟ قال لي ايه سمحي لي بصح كي جبتي لي الباسي تقلقت بزاف على خاطر ولا غير نسيتها، وزيد كي خرجتي وما قلتيليش ما عجبنيش الحال، كون قلتيلي كون ما يروحش بالي بعيد. وقال لي بلي خليت له السماطه كي رحت والفني. المهم نمشي ونهضروا وفرغنا قلوبنا لبعضانا وزدنا تقربنا كتر وكتر مع بعضانا، وذكر رانا عايشين في نعمة والحمد لله. وصلنا لنهاية القصة، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ونلتقي في قصص جديدة. مع السلامة.